طب ما وبعدين، ما احنا كده مش هنعمل حاجة، الخوف ده هيودينا فين؟ يا صباح الفل، حلقة جديدة من وانت نازل الصبح. والنهاردة انا جاي اكلمكم على خطوة كده موجودة عند كل واحد فينا، او حاجة كل واحد فينا نفسه ان هو يعملها بس بتأجلها. قرار عايز تعمله، مشروع ناوي تفتحه، موضوع عايز تفتحه مع حد تتكلم فيه، كلام محتاج تقوله، تغيير محتاج تعمله، حاجة انت كل يوم نفسك تعملها بس بتقول بكرة. طب احنا ليه حضرتك بنقول بكرة؟ ليه انا وانت وكلنا او اغلبنا بيقول بكرة؟ بسبب الخوف. بس خليني اقول لكم على حاجة، الخوف هنا مش عدو، الخوف هنا ممكن يبقى دليل. يعني ايه دليل؟ دليل على ان الموضوع ده مهم. يعني القصة دي لو مش مهمة، او الموضوع اللي احنا داخلين عليه ده لو مش مهم، عادي، ما احنا يعني عادي كنا يعني سواء بقى عملناه او ما عملناهوش مش فارقة. بس لان القصة دي مهمة بالنسبة لنا، فقلبنا واحساسنا وشعورنا بيدينا ايه؟ بيقول لك لا بص، الموضوع ده تقيل، خلي بالك القصه دي تقيله وكبيره. فطبعا دماغنا بتحاول ان هي تحمينا منه. والمشكله ان احنا من صغرنا اتعلمنا ايه بقى؟ اتعلمنا ان الخوف معناه انك تقف. حسيت بخوف يا معلم، يبقى في حاجه غلط، الطريق ده مش مناسب. بس لما تيجي تبص للحقيقه، وبعد ما الواحد خد خبرات في الحياه، ان لا، الموضوع عكس كده. الناس اللي عملت حاجات كبيره في حياتها، الناس اللي عدت يعني من الاخر، هي مش ناس ما خافتش، ده كلام افلام. هم خافوا عادي جدا زينا، بس عملوا الخطوه دي وهم خايفين، خدوا الريسك. فالفرق بينهم وبين غيرهم من الناس ان هم ما سمعوش للخوف لما قال لهم وقفوا. في فرق كبير جدا بين الخوف العادي اللي هو بيقول لك الموضوع ده خطر وفعلا هتتأذي، وده خوف مهم انك تسمع له، وبين الخوف اللي هو بقى بيقول لك ايه؟ يا نهار ابيض لو ما جبتش النتيجه اللي انت عايزها، يا لهوي لو ما حصلش مش عارف ايه. هو ده الخوف اللي بيسرق مننا بقى يعني عمرنا. النوع التاني من الخوف ده مش حكمه ولا حاجه، ولا تأني ولا اي حاجه، ده مجرد صوت في دماغنا بس. هو اتعود يحمينا من الاحراج، يبعدنا عن الفشل، يبعدنا عن نظره الناس. بس تعالوا نسال نفسنا سؤال بجد، هو ايه اللي هيحصل لو فشلنا؟ يعني هنتعلم، هنعرف ايه اللي مش شغال، هنبدا من مكان افضل. واحنا كلنا اكيد شفنا قبل كده انه الفشل مش نهايه. الفشل ممكن يبقى خلينا نقول عليه بيان. طب لو انت ما عملتش الخطوه، يعني انت لو ما رحتش المشوار الفلاني او ما خدتش الخطوه الفلانيه، هيفضل عندك السؤال اللي هو ايه؟ كان ممكن يحصل مش عارف ايه، ده انا كنت هبقى مش عارف ايه بس لما رحت مش عارف ايه. القصص اللي بنسمعها او الحكاوي اللي احنا بنسمعها كل يوم من قرايبنا او من الناس اللي اكبر مننا يعني. والقصه دي على فكره اصعب بكتير من اي فشل. انت لحد النهارده في ناس بتتمنى ان هي ترجع للنقطه اللي انت فيها النهارده دلوقتي. يعني مش عايز يبقى فيه، بس هتلاقي خالك ولا عمك بيقول لك ايه؟ ده انا اتمنى ان انا ابقى عملت الخطوه دي زمان وانا في سنك، في وضعك، في ظروفك. لان في الوقت اللي هو بيحكي فيه بالذات في عامل زي عامل السن، لا الموضوع مهم جدا. فلو جينا بصينا للخطوات اللي حوالينا او الحاجات اللي حوالينا، انت مش لازم تبقى جاهز 100%. مفيش حد بيبدا وهو جاهز 100%. الجاهزيه بتيجي بعد ما بتبدا عادي، مش قبلها. فتعالوا كده بكره قبل ما ندخل في زحمه اليوم او النهارده، يعني اسال نفسك كده، تعالوا نسال نفسنا ايه الخطوه الصغيره الواحده اللي ممكن نعملها النهارده تفرق؟ مش الخطه كلها، مش الحل الكامل، مش الموضوع كله، لا. تعالوا ناخد استباية كده صغيرة. تبعت الايميل، تكتب سطر في حاجة انت نفسك تكتبها، تكلم شخص كان نفسك تكلمه، تسجل اول دقيقة من حاجة نفسك تسجلها، مش عارف ايه، اي حاجة تبدأ بيها الرحلة اللي انت هتموت وتبدأها. ابدأها بقى النهاردة او بكرة الصبح، مفيش مشكلة، وخليها اول خطوة انت بتاخدها في الرحلة اللي انت بقالك سنين او بقالك شهور نفسك تبدا فيها. بتمنى لكم النهارده ان شاء الله وكل الايام تبقى ايام جميله عليكم، واتمنوا لي انا كمان يوم جميل. شكرا لكم، كان معاكم محمد ابراهيم، واشوفكم حلقات تانية كتير من وانت نازل الصبح.